ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض حبه كباب حله بجد عظمه. معايا هنا حطيت الحله بتاعتي وحطيت فيها شويه من الزيت مع نص كيلو من اللحمه مقطعاهم مكعبات، وهبدا كده اقلب لحد ما يغيروا لونهم. هبدا بقى معايا هنا بصلتين كبار مقطعاهم مكعبات، اي تقطيعه انت تحبيها، وهبدا انزل بيهم وهقلبهم كده مع اللحمه. بجد بجد تحفه، جربوا الوصفه هتعجبكم قوي. بعد ما اقلب كده اللحمه بتاعتي بالبصل، هنزل عليهم بفصين توم مقطعاهم شرايح، وهبدا اقلب كده كله مع بعضه. بعد كده هبدا احط بقى البهارات بتاعتي. اول حاجه احطها معايا رشه من الكزبره، وهجيب كمان رشه من البهارات بتاعه اللحمه او السبع بهارات اللي موجود عندك، وكمان رشه من الريحان المجفف، وهحط كمان فلفل اسمر، وكمان هحط كمان رشه صغيره قوي من القرفه. بعد كده هبدأ اقلب بقى كده كله مع بعضه. لو انتي ما عندكيش البهارات ديت، اي بهار عندك تقدري تستخدميه، ما توقفيش، بجد الوصفة كده كده هتبقى تحفة باي بهارات هتحطيها. هبدأ اقلب كده كله مع بعضه، وبعد كده هغطي الحلة بتاعتي تستوي بقى براحتها. عايزه بقى تحطي شويه ميه في شويه ميه لحد ما تستوي. انا اللحمه هنا ما خدتش اي معايا ميه خالص. بعد ما استوت معايا هبدا اجيب الطواجن بتاعتي، وهبدا انقل اللحمه في الطواجن. وبعد كده هكون مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 220، وهدخل الطواجن تاخد وش كده وتبقبق. وبعد كده هطلعها، وده كان شكلها مستويه ودايبه دوب. بجد الوصفه خطيره، جربوا الوصفه هتعجبكم قوي، مع شويه بقى رز وملوخيه او عيش بلدي كده وطحينه. شايفين البقبقه معايا؟ يلا جربوا الوصفة وهستنى رأيكم. سلام.